5 نقط لفتوا نظري عن مشروع راس الحكمة اللي هيدخل لمصر استثمارات بإجمالي 150 مليار دولار. واحد هو إن هيتضخ 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم 24 مليار سيولة مباشرة و11 مليار وديعة هتتحول بالجنيه المصري علشان تستخدم في تنمية المشروع. ده غير 35% عائد من الأرباح المشروع طوال فترة التنفيذ. وده بقى هياخدني لتاني نقطة اللي هي تأثير المبالغ دي على سعر الدولار وكمان سعر الذهب اللي ممكن يحصل لهم هبوط كرد فعل سريع. وفعلا سعر الدولار في السوق الموازية انخفض بمجرد إعلان الصفقة. تالت نقطة وهي مهمة هي إن طبيعة المشروع طبيعة إنشائية، يعني هيكون قاطرة بتحرك قطاع المقاولات بالكامل، وكلنا عارفين إن القطاع ده من أكتر القطاعات اللي بتشغل قوة عاملة كبيرة. النقطة الرابعة وهي فلسفة المشروع نفسه، واللي بتقوم على بناء مدينة جديدة وذكية ومستدامة على البحر. ومش هتكون بس مجرد منتجع بيشتغل في الصيف، لا دي هتبقى شغالة طول السنة جنب العلمين الجديدة ومطروح اللي هي كمان على فكرة بتتطور بالمناسبة يعني. النقطة الخامسة واللي لفتت نظري وهي إن راس الحكمة هتكون ديستنيشن سياحية جديدة، وده هيزود دخلنا الدولاري لأنه متوقع إن هي تجذب 8 مليون سايح على الأقل في السنة. قولوا لي بقى في الكومنت لو انتوا في نقط تانية لفتت انتباهكم في مشروع راس الحكمة.